السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مسلسل استمرار تدمير الزمالك مستمر حتى الآن، ما زال تدمير الزمالك مباح. أي حد عاوز يمسك الزمالك يدمره يتفضل. النهاردة وزير الرياضة أعلن رحيل المدير التنفيذي اللواء حسن موسى، وتعيين طبعا الدكتور عماد البناني بدلا منه، طبعا لأن الراجل كان بيشتغل صح وبدأ الزمالك يرجع إلى حد ما وكل الجمهور في ظهره، والراجل شغال بينظف المخالفات وبيطلع الدفاتر القديمة وبيشوف كل الملفات، ولسه هيفتح ملفات محلات إيجار النادي وبيشوف المخالفات اللي كانت قبل كده، بيصفي العضويات واكتشف مشاكل كتير ومخالفات. وأقل ناس كانت شغالة لحساب المجلس السابق النهاردة اللواء حسن حمدي بعد أقل من أسبوع بيتم إقالته وتعيين بديلا عنه. فهل ده يرضي حد؟ هل شفت نادي في العالم بيمر عليه 3 رؤساء لمدة أسبوع، بداية من مرتضى منصور وحسن موسى طبعا وعماد العناني حفظا للقب للجميع، ولكن طبعا عبث من إدارة الشباب والرياضة طبعا بقيادة وزير الرياضة أشرف صبحي. في كل حتة في العالم بنشوف وزير الرياضة حريص على مصالح الأندية. في مصر أشرف صبحي في 2020 حل مجلس إدارة الزمالك وهو في أفضل حالاته طبعا بعد خسارة نهائي القرن، ومسلسل تدمير الزمالك مستمر طبعا برحول نجومه لاعب تلو الآخر. بعد الزمالك ما كان عنده سكواد قوي جدا بينافس الأهلي ووصل معاه لنهائي أفريقيا، تاني يوم تم حل المجلس، وبعد كده بعد سنة كاملة رجع المجلس وقال لك ما كانش فيه مخالفات مالية. النهاردة بيتم تعيين أهلاوي حرفيا وبيتريق على الزمالك على صفحته على الفيسبوك، وله حاجات كتير على قناة الأهلي وكان داعم لقائمة الخطيب. النهاردة بيعين في مجلس إدارة نادي الزمالك كرئيس تنفيذي طبعا لحد الانتخابات. فما شفناش عبث أكتر من كده. نادي الزمالك بيعامل على إنه مركز شباب، مركز الشباب ما بيحصلش فيه كده، مركز شباب المزاريطة للأسف ما بيحصلش فيه كده. بدل ما تجيب لي واحد أهلاوي عشان ينفذ أجندة أو عشان يقسط غرامة كهرباء أو عشان يوافق على رحيل زيزو، طب ما تجيب سيد عبد الحفيظ يمسك رئيس النادي افضل. يا عم هات سيد عبد الحفيظ افضل من العك اللي انتوا بتعملوه ده. لو المخرج اللي بيدير المشهد الرياضي في مصر ماشي جايب واحد اهلاوي يدير نادي الزمالك، ماشي جيب سيد عبد الحفيظ، جيب اي حد اهلاوي يمسك النادي وخلاص، او النادي اللي عامل مشاكل ليكوا ده اقفلوه وخلصونا منه. ماشي عشان الواحد زهق وجمهور الزمالك قرف منكم من الاخر من اللي بيحصل في نادي الزمالك. تدمير للاسف عن عمد، ده اللي بيحصل في نادي الزمالك ده تدمير عن عمد بدايه من المجلس اللي فات. ولما جه واحد بدأ يصلح وبدأت الدنيا تعود وبدأ يدي وعود للناس وبدأ يدي وعود للمدير الفني وفي رعاة جه هتيجي عشان ترعى الزمالك عشان يحل الأزمة المالية، والراجل اقترب إن هو يحل أزمة القيد، واقترب كمان من إن هو يحل أزمة حجز أرصدة النادي، والدنيا بدأت إلى حد ما تمشي مع الزمالك عشان يرجع ينافس تاني. لا أنا هرجعك تعيد من الصفر تاني يا باشا، لا مشي الراجل ده وهات راجل تاني يعيد من الصفر. يلا يا باشا نبدأ من الصفر عد تاني. فهل ده ناس عايزه مصلحه نادي الزمالك او استقرار الزمالك؟ للاسف هم مسرحيه. هنفضل في المسرحيه دي لحد امتى؟ بس احنا هنفضل في المسرحيه ونادي الزمالك هيفضل في المسرحيه دي لحد امتى؟ اشمعنى نادي الزمالك اللي في مصر اللي بقاله اكتر من 20 سنه في نفس الدوامه ونفس المسرحيه ونفس اللجان ونفس حل مجلس الاداره ونفس رحيل المجلس وهيجي المجلس تاني؟ لحد امتى؟ لحد امتى العبث اللي بنشوفه ده؟ لو بيحصل، لو الحاجات دي بتحصل في اي بلد في العالم ماشي، او وزير رياضه بيجيب واحد ويمشيه بعد اسبوع، كان على الاقل وزير الرياضه ده يتحاسب. تعالى انت مشيت الراجل ده ليه وجبت الراجل ده ليه؟ انما تجيب واحد تمسكه رئيس النادي او رئيس لجنه عشان هو صاحبك. اللي عرفناه ان الدكتور عماد العناني هو صاحب دكتور اشرف صبحي، عشان كده هو راجل طبعا كل الاحترام وراجل عنده طبعا كان شغال قبل كده في اكتر من مركز اداري وعنده خبره، ولكن ما ينفعش واحد اهلاوي يدير نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده ابناء وعنده كوادره الخاصه ان هم يقدروه وان هم يقدروا يخرجوا نادي الزمالك من الازمه دي. فما ينفعش انت تيجي دلوقتي وتجيب لي واحد اهلاوي يدير النادي. يعني ما تجيب، قلت لك جيب سيد عبد الحفيظ او جيب الخطيب يمسك النادي وخلصنا من القصه دي، او نقفل النادي اللي عامل مشاكل ليكم. لان بالطريقه ديت جمهور الزمالك خلاص، يعني جمهور الزمالك خرج عن شعوره. جمهور الزمالك خرج عن شعوره. الناحيه الثانيه في فريق عامل هرم بيحتفل بالبطولات، والناحيه الثانيه فريق عنده ازمه ماليه كبيره مش عارف يخرج منها. تمام.
نفسنا نشوف اشرف صبحي بيبعت لجان تفتش على الاهلي وتقول له او تحاسبه على صفقه القندوزي اللي كلفت الاهلي 2 مليون، وصفقه سافيو اللي كلفت الاهلي برضه نفس المبلغ او اكتر. صفقات كتير جت ومشيت. بواليا اللي جايب 2.5 مليون ومشي. الصفقات اللي بتيجي وتمشي ومحدش بيحاسب عليها، شادي حسين، مصطفى ميسي، الناس دي كلها محدش بيحاسب على المشاريع. انما نادي الزمالك لو واحد كح جنب السور، تاني يوم بتلاقي لجنه جايه تفتش على الزمالك للاسف، عشان تبتدي ان هي تعرقل مسيره الزمالك بعد ما كان الزمالك خلاص بدانا، يعني الراجل بدا شغال وبدا ينظف الحاجات اللي مش لطيفه في نادي الزمالك عشان النادي يبتدي على نظافه. اي مكان خلاص مش المجلس لازم عشان ابني تاني ابني على نظافه، فالراجل كان شغال كويس وكل الجمهور في ظهره. فانت النهارده بتجيب لي واحد اهلاوي علشان هو صاحبك؟ ما ينفعش. اللي بيحصل ده عبث واستهتار بنادي كبير اسمه نادي الزمالك ووراه جمهور كبير اسمه جمهور الزمالك. وجمهور الزمالك مش هيسكت كل مره. تمام، جمهور الزمالك مش هيسكت كل مره. الكلام اللي طالع ان مرتضى منصور اشتكى اللواء حسن موسى ان هو بيقيل الرجاله بتاعته. طبعا اول مره نشوف في العالم رئيس معزول ومجلس ماشي بيتدخل وبيدي قرارات، ماشي، او بيشتكي لوزير الشباب والرياضه ان الناس اللي جت بعدنا مثلا اقالت ناس ان هم شغالين لحسابنا، او مثلا الناس ديت كانت بتعمل فساد في النادي، فوزير الرياضه يقوم ممشي الراجل. ما بنشوفش العبث ده في اي حته غير في مصر. ماشي، ويرجع يقول لك منافسه. انافس مين يا ابني؟ انا مش عارف اصلا اطلع من الازمه اللي انا فيها. انافس ايه؟ منافسه ايه؟ منافسه ايه؟ يضحك عليك ويقول لك انت قادر، انت بطل، انت مش عارف ايه. انا ايه؟ انت مديني فرصه اشم نفسي. انت كل ما اطلع من الميه بس اشم اخد نفس انت بتغرقني تاني. ماشي، اما بلحقش اخد نفس. والناحيه التانيه الاهلي الدنيا تمام والدنيا زبادي في الخلاط وصفقات وملايين، وراح يجيب مهاجم ب5 مليون دولار وجايب صفقات يمكن ب10 مليون دولار. طب محدش بيحاسب الناس دي على الفلوس دي جت منين والدولارات دي ظهرت منين، رغم ان احنا عندنا ازمه اصلا في الدولار. ماشي، والزمالك مش عارف يجمع 1.5 مليون دولار عشان يدفعهم ازمه غرامه شيكابالا. الناحيه التانيه في فلوس بتتفرتك اكنه رايح السوبر ماركت. هو في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ هل اللي بيحصل ده هيتسكت عليه؟ نادي الزمالك نادي كبير، ما ينفعش اللي بيحصل ده ويطلع يقول لك احنا حريصين على استقرار نادي الزمالك. فين يا باشا اللي انت بتعمله؟ انت بس ما استحملتش ان النادي استقر اسبوع، والنادي حصل فيه هدوء لمده اسبوع، رحت جبت لي مجلس، بدلت لي رئيس اللجنه تاني، وجبت لي مدير تنفيذي جديد، ونرجع نعيد نفس القصة والمدير التنفيذي يقعد مع المدير الفني. وايه الفيلم اللي احنا فيه ده؟ هو احنا في فيلم ألف مبروك ولا احنا في ايه بالظبط؟ نتمنى ان احنا يعني نشوف حل للموضوع ده، لان كده كتير كده كتير على جمهور الزمالك وعلى نادي الزمالك للأسف. لان انت دلوقتي بترجعني 10 سنين ورا تاني، وهدخل في دوامة اللجان ودوامة المجالس، وانا مش هقدر انافس الاهلي ولا بيراميدز ولا الناس اللي معاها فلوس. انت دلوقتي دخلت لي 500 نادي شركات، وكل الشركات دي معاها فلوس وبيراميدز معاها فلوس، وانت شايفني بغرق وكمان بتغرقني في حاجه صعبه جدا على الزمالك خلال الفتره اللي جايه.